بص بقى عشان انت حبيبي، احنا عندنا وقت كتير قوي للمغرب وكرواتيا. يلا بينا. 3 دقايق. حلو بقى قوي. المغرب اخبارها ايه وتقدر تعمل ايه؟ المغرب انا بحب جدا الفكره ان المغرب والجزائر بالذات ليهم شكل في كاس العالم. حلو. يعني الجزائر انت بتشوفها دي فرقه رخمه. ايوه مش مخضوضين. مش واي حد كبير هيعاني قدامهم جدا. شرسين جدا. في الملعب جدا. المنتخب المغربي ايا كان المنتخب اللي بيلعبه، انا جاي العب كره جميله وهلعب كره جميله. صح. لا في خوف ولا في قلق، وكلنا فاكرين الجيل بتاع 98 طبعا ما عداش، بس هو قدم كره ممتعه بالظبط لينا كده. كلنا لسه الناس فاكراه طبعا بالظبط كده. ودي حاجه انا مبسوط بقى لوليد الركراكي انه كان انه جاي هيعملها. ماشي. كان مع خليلوزيتش كان المساله خلاص وصلنا لحيطه سد، وكان المنتخب ممكن يبقى شبه منتخب الجزائر في 2014 شرس. حلو. انما مع بس انا مبسوط لان وليد الركراكي هيلاعبنا كوره مغرب كره مفتوحه بتاع 98 بالظبط كده. وعندهم هو ده المنتخب الوحيد اللي عنده امل. احنا ضربنا مفك في كرواتيا بالسن وفي بلجيكا بالسن عشان نقول ان المنتخب المغربي عنده شويه حظ، عندهم لعيبه كويسه كتير، ان عندهم لعيبه في اوروبا كويسين. صح. عندهم مدرب كويس صح. بيلعب كره هجوميه، اللعيبه دي قادره ان هي تلعب كره هجوميه كويسه، واديك شايف الاسماء اللي بيلعب في تشيلسي واللي وحتى عبد الرازق حمد الله. انا مبسوط لان الترند بتاع 3-5-2 رجع، والترند بتاع راس الحربه الصريح رجع. صح. وهو رجع عشان الترند بتاع راس الحربه الصريح رجع بالظبط كده. يعني صح. فالمغرب وياسين بونو حارس محترم جدا. ياسين بونو من احسن حراس اوروبا وافريقيا. طبعا. واشرف حكيمي من احسن باكات اليمين في العالم. فاحنا بنتكلم على ان في لعيبه مش بطاله خالص. لو في حد عنده من المنتخبات العربيه حظ انه يكمل المشوار فهو المنتخب المغربي اكتر من السعودي اكتر من التونسي. بص القطري والسعودي عندهم ميزه رهيبه، الارض هتزقهم هم اكتر من اي حد. بس مجموعه السعوديه صعبه طبعا، والمجموعه بتاعت قطر انا تقلق ان قطر اول خضه يعني. بس اول خضه خالص. انا عارف ان هم حاولوا يعملوا خضات صناعيه كتير وراحوا امريكا الجنوبيه وراحوا بس ستيل خضه النشيد الوطني بتاعت كاس العالم دي هتبقى مختلفه، فاهم؟ فعشان كده حاسس ان المنتخب المغربي هو اكتر منتخب عنده التوازن ده اللي يزقه لقدام شويه صغيره، على الاقل يخليه يعمل لنا اللقطه الحلوه بتاعت العرب اللي احيانا مشهد حلو بالظبط كده في كل بطوله. كندا بقى هل يقدروا يفاجئونا باعتبار ان عندهم لعيبه لاول مره من سنين طويله بيلعبوا في اوروبا؟ بص طبعا الفونسو ديفيز هو النجم الاول يعني. عارف وودي رانر بتاع الكرتون ده اللي هو اللي رجليه بتقلب عجل. راجل غريب يعني. مدرب منتخب كندا هو المدير الرياضي للاتحاد الكندي، وكان مدرب منتخب سيدات كندا. ماشي. وقبلها كان مدرب سيدات نيوزيلندا. ماشي. فالراجل كاركتر غريب جدا. بس هم بيحاولوا يستكشفوا، يعني بيحاولوا يستكشفوا مدير فني يكون راس لمشروع يحاول يحط فيه فكره مختلفه عن الباقيين. ماشي. هل في فكره مختلفه؟ حتى هذه اللحظه لا، ما شفتش فكره مختلفه عن الباقيين، لكن ممكن يفاجئونا. بس هيفاجئونا احتمال. هو ومدرب صربيا الاثنين دول هم اكتر كاركترز انا مستني اشوفهم في كاس العالم كمدربين. توقعاتك للمجموعه دي بالترتيب كده؟ كرواتيا اول، بلجيكا تاني. بس كرواتيا اول بلجيكا تاني. بس نفسي المنتخب المغربي يكون ليه دور يعمل حاجه ويعمل مفاجاه على حد. انا عكسك، انا بلجيكا اول كرواتيا تاني. هاتوا لنا كده اجابات سريعه جدا قبل ما نختم. في حاجه عندنا نشوف بس الناس بتقول ايه. يلا بسرعه جدا عشان احنا اسرع اجابه. اسرع اجابات يا جماعه. وهاتوها لنا حلوه الاجابه دي على الرايق فوق كده. في اهي لا ده السؤال تمام. من يتصدر المجموعه السادسه ومن هو اللاعب الذي تتوقع تالقه في تشكيله وليد الركراكي؟ مساء الفل عليك يا احمد يا رضا. المركز الثاني بلجيكا، المركز الاول كرواتيا، واتمنى منتخب المغرب انه يصعد من المجموعه دي لان الامور معقده وصعبه. تحياتي ليك، انا اللي بوجه لك كل التحيه. محمود سيد صالح، يا مساء الانوار يا كابتن. اتوقع ان منتخب بلجيكا هتكون اول، واتوقع تالق اشرف حكيمي، ومع تحياتي لاحمد عز بيوصل لك تحياته. يلا بينا. في حد تاني؟ اسامه، مساء الفل. اتوقع بلجيكا تتصدر والمغرب تاني يا رب، واتوقع تالق حكيم زياش مع المغرب. في حاجه تانيه؟ اشرف يوسف، مساء الفل عليك يا اشرف. مساء الفل. اتوقع كرواتيا اول، واتوقع اشرف حكيمي يتالق. ماشي كلنا نتمنى ذلك. عبد الله جبلي، مساء الفل. بلجيكا يتصدر وتالق اشرف حكيمي. تحياتي يا عبد الله. يا عز بشكرك وكالعاده بستمتع بالكلام معاك. شكرا ليك يا فندم حبيبي. دي كانت المجموعه السادسه. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد نتكلم عن المجموعه السابعه واللي قبل الاخيره ونشوف كده ايه اللي هيحصل فيها. دايما في نفس